السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة يوميات أم حبيبة وصوان بترحب بيك حبايبي مشاهدين ومتابعين من جميع أنحاء العالم. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب ويسعدنا ويسعدكم ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بإذن الله النهاردة كده فيديو كده يعني جديد شوية بإذن الله كده. أي نعم هو في طبيخ زي ما انتم شايفين وفي رز وملوخية وفاصوليا وحاجات كتيرة، بس هو فيديو جديد من نوعه. يعني أنا تاني مرة دي. المرة اللي فاتت عملت داووا مرضاكم بالصدقات، والمرة دي طبعا احنا دلوقتي أول يوم في الشهر، فقبضنا المعاش بتاع أبو عيال الله يرحمه ويسامحه، وعملنا الصدقة ليه الله يرحمه. عملنا له صدقة كده، وعملنا ان احنا تعالوا معانا بقى. شفت بقى عملنا ايه في الفيديو ده جميل؟ تعالوا نشوف احنا بقى التركات اللي عملناها في الفيديو من معانا. خليكم معانا على شاشة ام حبيبة، وانتي يعني خدي عبرة، خدي مثلا معلومة من الفيديو، اطلعي بنصيحة. ما تطلعيش من الفيديو اللي تتفرج عليه يا ست الكل بإيدك فاضية زي ما بيقولوا. تعالوا معانا جوا الفيديو بقى ان شاء الله بإذن الله. جوا كده هنشوف عملنا ايه، وربنا يسترنا ويستركم تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض عليه، ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين جميعا يا رب العالمين. ربنا يرحم أبويا وأمي وجوزي رحمة واسعة يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مبارك فيه. ربنا يكرمنا ويكرمكم ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله كده هنعمل حاجات حلوة في الفيديو، وخليكي معانا بإذن الله. يعني حاجات بسيطة، بس يعني عند ناس تانية بتبقى كبيرة، بتبقى غالية، بتبقى يعني عند ناس تانية. تعالي بقى من جوه هنشوف الفيديو فيه ايه. طبعا حبيبة هنا بتساعد زي ما انتوا عارفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دي طبعا هنا احنا جبنا البانيه. طبعا جبنا والله انا جبت نص كيلو بانيه يا جماعة. ده نص كيلو بانيه، وحطينا فيه طبعا البهارات بتاعتك بقى، ورق لورا وكمون وفلفل، وقطعنا راس بصل وتومة، وحطينا فيه بقى ايه الخلطة بتاعته دي، وحطينا فيه ايه، حطينا فيه علبة زبادي، وبقينا بقى التتبيلة بتاعت البانيه، وملحك وكمونك وبهاراتك جميع بهاراتك، علبة زبادي، ورق لورا، ورق وكمون وفلفل وكزبرة، وحبة وبصلة وتوم وكل حاجة، أي بهارات عندك حطيها ما شاء الله يعني. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك يا رب العالمين في صحتنا وعافيتنا ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا طبعا يعني زي ما انتوا عارفين حالتي، إن أنا يعني ظروفي على كدي، فمش بقدر أجيب كميات كبيرة. بس أنا الحمد لله رب العالمين ربنا كرمني. أول ما قبضت أنا بقبض كام 1800 الحمد لله، نعمة وفضل. نبوس إيدنا نبوس ظهر إن إحنا معانا حاجة آخر الشهر نتسند عليه. جبت نص كيلو بانيه جبت نص كيلو بانيه، وجبت 2 كيلو رز وكيلو ملوخية ونص كيلو فاصوليا. والله وبسم الله ما شاء الله ربنا بارك فيه. يعني الأكلة دي ربنا بارك فيها، وعملناها. أنا كنت عاملاها أصلا إن أنا أطلعها قدام الباب ياكلوا منها العيال الصغيرين، عشان خاطر المرحوم الله يرحمه ويسامحه، ويقروا الفاتحة، يشيلوا الفاتحة للميتين. الحمد لله رب العالمين. والعيل الصغير طبعا بتبقى له فرحة، يعني الحاجة اللي زي كده بتبقى له فرحة إن هو ياكل حاجة زي كده. طبعا وجبنا السلطة وجبنا جرجير وفلفل أخضر وبقدونس. الحمد لله رب العالمين. يعني الحاجات دي كلها ما كلفتنيش 300 جنيه على بعضيها. الحمد لله ان انا جايبه بكميات مع على الكد. يعني نص كيلو البانيه ب110، جايبه 2 كيلو رز ب60 جنيه، وجايبه نص كيلو فاصوليا، وجايبه كيلو ملوخيه ب30،
ومس يعني هو هي الأكلة اللي أنا عملتها بسيطة جدا. يعني ب300 جنيه 300 جنيه هنا ايه كملنا. لا ما رحت جبت، لا قادر اجيب لحمة ب500، ولا قادرة مثلا اجيب فرختين ب500. انا جبت حاجة على كدي علشان يعني نطلع صدقة، وربنا ان شاء الله يجعلنا دايما من المتصدقين في لوجه الله سبحانه الله وتعالى سبحانه وتعالى. فهنا بقى طبعا بعد ما نطلعها من الخلطة بتاعتها بنحطها في الدقيق زي ما انتوا شايفين كده. انا عاملة دقيق ونشا، بس لو عندك بقسماط يبقى احسن. البقسماط برضو بتديها يعني قرمشة احسن. الدقيق بيخليها طري شوية، وانا عملتها برضو بالدقيق عشان خاطر لو حد كبير سن يعني لكبار السن. لان انا عملت منها طبعا يعني الوجبة اللي انا عملتها دي عملت معايا 3 صواني 4 صواني. انا خدتهم كده قدام الباب عندنا في الأرياف بيقولوا للناس تعالى مثلا يعني النهاردة عاملين هنتصدق على فلان مثلا، عاملين لقمة يعني لقمة عيش كده، تعالى اتفضل اتغدى معانا، تعالى اتفضل اتعشى معانا كده يعني. أنا كده بعد العصر حوالي الساعة 2:30 3 كده طلعتها للعيال اللي كانوا رايحين الكتاب، عند اللي طلعتها للعيال يعني في الشارع كده قبل ما يمشوا يروحوا عند الجامع. قلت لهم تعالوا كلوا هنا، راحوا قالوا لا احنا تعالى عند الجامع. قلت لهم يا عيال تعالوا كلوها هنا، احنا الجامع هنودي له رز بلبن يوم الجمعة ان شاء الله علينا وعليكم بخير. هنعمل علب رز بلبن للجامع يوم الجمعة ان شاء الله. وانا بعمل على طول رز بلبن على طول بعمل رز بلبن للجامع. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ادي الفاصوليا بتاعتنا سلقناها، وادي البنيخ بتبلناه، وادي هنا بقى الصلصة. على فكرة اختي معايا قاعدة، فهي قالت انا هنطبخ يعني. قلت لها خلاص انت تطبخي وانا هنا كلنا نساعد بعضينا عشان نعمل قبل الظهر يعني لحد الساعة 2 نكون خلصناها. يا جماعة الخير يا جماعة الخير، الله يسعدكم ويبارك فيكم ويبارك فينا جميعا يا متابعين يا حلوين يا اصحابنا يا كرام. الحاجات دي يا جماعة بتزيد البني آدم مش بتاخد منه حاجة. يعني أنا يوم ما عملت البتاع ده، أنا عملت طبعا من مدة يومين. لما عملت الصدقة دي أنا عن نفسي دخلت بس مباشر عند واحدة صاحبتي وحبيبتي، وكان عندها واحدة دخلت على قناتي اشترت مني رسالة، يعني حطت لي سوبر شات. يعني سبحان الله ولا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر. الله أكبر، قولوا بسم الله ما شاء الله. دي طبعا أختي اللي بتفرك الملوخية. فالواحد يعني الحاجة دي لما كل ما يطلعها ربنا بيكرمك وبيزيدك، وبالذات اللقمة بيقول لك اللقم تزيد النقم، يعني اللقمة بتزيد النقمة. فانت او انت لما تطلع من مالك صدقة مش هتنقص، يعني مش هتنقص. واحنا كنا قاعدين كده في حفلة، راحوا قالوا مين، قالوا هنتبرع لواحدة زميلتنا ولدها تعبان، الله مش عارفة يعني انا فيه ولدها تعبان وكده. رحت انا قلت لهم خلاص انا هتبرع على كدي. راحت صاحبة البث قالت يعني كل واحد على كده، محدش يجبر على نفسه بالتبرعات. انا يعني الحمد لله لله الحمد ربي ايتام، وعندي عيل تعبان، وانا تعبان عندي السكر وعندي الضغط. وسبحان الله يعني اننا يعني بعد اي نعم انا اديت 50 جنيه، بس ال50 جنيه دي ربنا كرمني وعادها علي اضعاف اضعاف ال50 جنيه دي. والله العظيم لسه ما طلعت من البث اللي كان فيه ان احنا نتبرع واتبرعت معاهم. انا لسه ما طلعتش منه، وقلت لصاحبة البث انا ربنا كرمني وربنا رضاني قبل ما اطلع من البث. والبث ده كان عند الحاجة ديدة صاحبة الخير، ربنا يكرمها يا رب ويسعدها ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالواحد يعني يبقى خير وعطاء ان ربنا هيكرمه. والله يا جماعة ربنا هيكرمكم، الخير دي ربنا بيشيله لكم في ميزان حسناتكم. يعني الواحد لما واحدة تروح جبر خواطر الواحدة ما تكسرش بخاطرها وتقول لها انت جاية تشحتي او جاية مثلا تاخدي منينا او انتوا جايين تاخدوا فلوس وتمشوا. يا جماعة لا يا جماعة كده عيب، احنا كلنا اخوات وكلنا اصحاب وكلنا حبايب.
فالصدقات دي يعني بت بتديك حافز انك انت تعملي تاني وتالت. يعني انا لما كنت عيانة ومحجوزة بعد العيد، مش انا عملت صدقة، ان انا عملت صدقة لما طلعت الفراخ، عملت بالفراخ صدقة، قلت داووا مرضاكم بالصدقات وعملتها. طب والله العظيم ربنا رضاني تاني يوم دخل عليا واحد مع القناة ورضاني برضو بسوبر شات، وحمدت ربنا وبوست ايدي ووشه وضهر وقلت الحمد لله رب العالمين وربنا كرمني. ربنا يكرمكم يا رب العالمين ويوسع علينا جميعا رزقنا ويرزقنا الله سبحانه وتعالى من حيث لا نحتسب. انتوا شايفين بيتي نصه بالطوبة ونصه متشطب، ده انا اصلا مش قادرة اكمل بيتي ده. فبس بقول الحمد لله رب العالمين ان انا عندي مكان ان احنا قاعدين فيه. ومواعيني الضعيفة التعبانة دي برضه مواعيني وعلى كدي، وبقول الحمد لله. ادي بص نص كيلو البانيه، يعني ما شاء الله ربنا مبارك فيه. طبعا وانا لما انا بعمل الاكل والشرب ده كنت بقرا الاف قريش. الاف قريش معناها الاف النعم، يعني ربنا بيجيب لك النعم وبيزود عليك الخير والرزق والبركة لما انت تتكلمي وتجيبي سيرة ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيرزقك وبيزود عليك خيره. سبحان الله ولا إله إلا الله والحمد لله رب العالمين. ربنا يسترنا ويستركم تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض عليه. يعني 2 كيلو الرز دول ونص كيلو فاصوليا وكيلو ملوخية، دول ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. يعني عملت منيهم 4 صواني. يعني العيال الصغيرة كل عيل يقول لي ده يقول لي ده، وجابوا كمية عيال كبيرة. طبعا وعيالنا طبعا لما راحوا المدرسة قلت لهم قولوا لاصحابكم عشان يجوا. طبعا كل واحد يقول لصاحبه ويقول له ده ويقول له ده، فالعيال جات. فالعيال الصغيرة دي أنا بالذات بحب يعني إن هي تاكل من الأكل اللي يتعمل لواحد متوفي. العيال بتجيها فرحة إن هي بتاكل الحاجة دي وبتحمد ربنا وبتقرا الفاتحة بصدق، غير الكبير. وبرضه الكبير في ناس صادقة وطيبة، بس يعني الناس الكبيرة دي ممكن تنساه، ممكن يسهى عليها. إنما العيل الصغير ده على طول كان نفسي إن أنا أصورهم لكم وهم بيقروا القرآن، بس التليفون راح فصل طبعا مني شحن والعيال إيه مشيت. بس أكلوا، مرضتش أصورهم صراحة وهم بياكلوا. أنا مرضتش أصورهم وهم بياكلوا. فأنا إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمني ويديني الصحة ويديني الرزق الوفير بإذن الله. كل مرة كل شهر هعمل مرة زي دي. أدي حلالنا، يعني حالة الرز أكبر، الفاصوليا يعني ماخداهم بالتدريج. شوفوا الحلل بتاعتنا الصغيرة والكبيرة يعني إيه، يعني حاجات دي سبحان الله. ده ربنا بيرزقك وبيزيدك وبيكرمك من وسع فضله. دلوقتي حبيبة عايزة إيه تغرف، فانا بقول لها خلاص اغرفي طب انت شويه ملوخيه يا حبيبه علشان تشوف اصحابك. برضه هي في بنات جات برضه من اصحابها كتيره ما شاء الله. يعني البيت كان مليان عندي صغيرين عيال، فانا بحب العيال الصغيره تاكل عندي. لما اكون عامله كده بالذات بدي العيال الصغيره. كنت زمان اروح بيها الحضانه، يعني لما اعمل حاجه زي كده كنت اعملها علب صغيره كده، علب صغيره يعني اكبر من علبة الزبادي بشوية كده. اخد فيها كام حباية رز زي علب الرز اللي بلبن اللي بتتباع دي، اخد فيها حباية رز واخد فيها حتة اللحمة عليها كده صغير. طبعا العيال الصغيرة الحضانة عشان صغيرين. واخدت لي ايام برضه اروح بيها المدرسة عند العيال الكبار واخد لهم في علب كده صغير، علب الوجبات واديها لهم قبل ما يطلعوا من المدرسة. زمان لما كان ابوهم تو متوفي العيال. الحمد لله رب العالمين. يعني ودلوقتي برضه بعملها كده قدام الباب بحس العيال الصغيرة تجي كده بفرحة وتقول لك هاتي تاني يا خالته. لما تخلص الحاجة تقول لك ايه هاتي تاني يا خالة ونديهم. وربنا يرزقنا ويرزقكم من باب واسع. الحاجات دي يا جماعة مش يعني والله ما بتقلل حاجة. ما قل مالا من صدقة، ما قل مالا من صدقة. الصدقة يعني لما انت تتصدق بمالك ده ربنا بيديك الأضعاف. ولقمة العيش بتاعتك دي لما تدي منها حد برضه بتزيد وتزيد. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. خليكم معنا على قناة يوميات أم حبيبة، ما تحوليش الشاشة، خليكي معايا وكل يوم جديد على قناة يوميات أم حبيبة أسوان.
انت حبيبة هي ما شاء الله بتعمل معانا كل حاجة، بقول لها استني شوية عشان انت تغرفي، هي دلوقتي عايزة تشيل وتودي، فانا بقول لها استني هنفرش ليهم الفرشة عشان نخطهم عشان يقعد، عشان طبعا قدام الباب تراب. ونقعد جنبيكم انا عشان خاطر ما فيش حاجة تجيكم كده ولا كده، عشان اجيب لكم مية. الواحد بيبقى فرحان وسعيد لما بيعمل الحاجة دي، بيطلع بالاكل بتاعه. بيجيبوا المية يسقيهم، بيجيب لهم الاكل، يعني ما شاء الله. وكنت برضه بودي دار الايتام، الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمني ان شاء الله وارجع اودي تاني واطلع.